المايونيز من اسهل الحاجات اللي ممكن تتعمل في البيت، وعايزه اقول لكم بقى غالي جدا جدا بره. النهارده ان شاء الله هعمله معاكم بطريقه سهله جدا، دقيقه واحده هيبقى عندك احلى مايونيز في البيت. تقدري تعملي منه سلطه كول سلو، تقدري تحطيه على التوميه، تقدري تستخدميه في سندوتشات، استخداماته كتير جدا. يلا بينا. اول حاجه هنا انا حضرت برطمان، نزلت ببيضتين بدرجه حراره الغرفه، عليهم معلقتين كبار من الخل، وكمان معلقه كبيره من المستردة. المستردة مهمه جدا ما ينفعش نستغنى عنها، وكمان عصير نص ليمونه، ربع معلقه صغيره من الملح، ورشه من الفلفل الاسود. وبعد كده بقى هنزل بمعلقه كبيره من عسل النحل. المقدار هنا عندي البيضتين بياخدوا كوبايه ونص من الزيت، انا هنزل بكوبايه من الزيت الاول، وبعد كده هضرب كويس جدا بالهاند بلندر. الهاند بلندر بتاعي بقى هثبته تحت، مش هيطلع خالص غير لما الاقي ان في مايونيز بيتكون من تحت زي ما انتم شايفين كده. طب افرض انت ما عندكيش هاند بلندر، مفيش اي مشكله، هنستخدم الخلاط، بس هنشغل الخلاط ونطفي، يعني ضربات متقطعه. دلوقتي انا هزود نص كوبايه الزيت. عايزه اقول لكم المقدار ده مظبوط جدا جدا، والمايونيز كل ما بيقعد في التلاجة كل ما بيتقل. تقدري تحتفظي بيه في التلاجة من اسبوعين لحد شهر، ما بيجرلوش اي حاجه. اهم حاجه بس تاخدي منه بمعلقه ناشفه، وبكده نبقى حضرنا احلى واسهل مايونيز في البيت. ان شاء الله دايما هعمل معاكم وصفات سهله وسريعه، لو ما بتعرفيش تعملي اي حاجه هتبقي استاذه في المطبخ باذن الله. استنوني بقى في فيديو تاني سهل وسريع، وان شاء الله اكون قدرت افيدكم. ولو اول مره تشوفوني، انا اسمي عزه ودي قناتي. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامه.